ازيكم؟ مين فينا ما بيحبش السينابون؟ النهاردة هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. انا متأكدة ان انتوا لما تشوفوا الوصفة هتقوموا تعملوه. خطير، احلى من الجاهز وكمان اوفر. وهنعمل كمان الشوكوبون بصوص اقتصادي جدا. يلا نشوف هنعمله ازاي. وقبل ما ابدا اتمنى تعملوا الاشتراك في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. وصفة السينابون سهلة وبسيطة جدا. هنبدأ بأول حاجة، حليب دافي 3/4 كوباية لكوباية كاملة حسب نوع الدقيق. هنحط الأول 3/4 كوباية، وهنزل عليها ب3 معالق سكر، وكمان هنزل بالخميرة بتاعتي واتأكد ان الخميرة اشتغلت. انا عندي معلقة كبيرة خميرة. وبعد ما اقلب والخميرة تعمل فقاعات معايا هنزل ببيضة وعليها فانيليا. هقلب الخليط كويس، وبعدين هنزل بالدقيق بتاعي. مقدار الدقيق هنا كان 3 كوبايات. هقلبه الاول بمعلقة او سباتيولا لحد ما الخليط يمتزج معايا، وبعدين ابدا المه بايدي. هلم العجينة وابدا اعجن فيها شوية، وبعد كده اول ما الاقيها بتتلم معايا هنزل عليها بمعلقتين زبدة كبار مسيحهم او مدوباهم. هنزل بيهم كده على العجينة وارجع اعجن العجينة تاني كويس. العجينة هتلم معايا بسرعة. عجينة بتلزق بس بتكون طرية. هي بتلزق بالايد اللي انا بعجن فيها. بعد ما بعجن كويس اتأكد ان العجينة اتعجنت معايا كويس ولمت. لما هلاقيها لمت خالص وبقت ناعمة وما بتلزقش بايدي التانية. هي بتلزق بس بالايد اللي انتي بتلمي بيها. هنا العجينة خلاص لمت، وهسيبها تخمر لمدة ساعة لما يتضاعف حجمها. الحشوة بتاعتي معلقتين كبار سكر لكل لنص العجينة. يعني انا نص هحط عليه قرفة ونص هحط عليه كاكاو. معلقتين كبار سكر ومعلقة صغيرة من القرفة، وكذلك الكاكاو معلقتين كبار سكر ومعلقة صغيرة كاكاو. هنا هنفرد العجينة مستطيل، يعني نحاول نظبطه على قد ما نقدر، وهندهنه بزبدة طرية. طبعا الزبدة دي انا مطلعها من بدري بدرجة حرارة الغرفة عشان تبقى طرية معايا وسهلة الفرد زي ما انتم شايفين كده. بعدين هنزل بحشوة السكر بتاعتي. هحط على نص العجينة حشوة القرفة والنص التاني حشوة الكاكاو. هرشها بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. طريقة سهلة وبسيطة جدا. بعد ما اخلص فرد السكر عندي هلفها رول، واحاول وانا بلفها ما اضغطش عليها، يعني اكون بلفها بالراحة جدا. ما اضغطش عليها وانا بلفها بالراحة كده، وهلفها رول. وبعد كده هقطعها. ممكن نقطعها بسكينة او بالقطاعة بتاعة العجين لو متاحة، او بخيط الاسنان برضو لو متاح بتبقى سهلة بالخيط علشان شكلها ايه يفضل متناسق. بس هو عادي يعني ما بترجع تخمر بيرجع شكلها حلو تاني. هنا انا قطعتها وحطيتها في صينية. تقدروا تفردوها ان هي تتقطع على 12 قطعة او على 9 قطع حسب الرغبة. ده الصوص بتاعي عبارة عن زبدة وسكر بودرة، وكمان جبنة كريمي، وبقلبهم كويس قوي قوي. ولو حسيتهم تقال بنزل عليهم بمعلقتين لبن. لما احس ان الصوص بتاعي تقيل انزل عليه بمعلقتين لبن. ده صوص شوكولاتة اقتصادي اللي هو كاكاو وسكر بودرة وزيت ومعلقتين لبن برضو. وبخفقه كويس قوي لما المكونات بتاعتي تدوب، وهيبقى ده صوص الشوكولاتة بتاعي. سهل جدا واقتصادي وبسيط جدا. في الوقت اللي حضرت فيه الصوصات كانت العجينة بتستريح شوية تاني بعد التقطيع. هنا هي استريحت وخمرت معايا. هدهن وشها بالزبدة وادخلها الفرن. فرن سخن طبعا. هتستوي معايا على طول. واول ما بتطلع بحط عليها الصوص وهو دافي. انا متأكدة اني فتحت نفسكم عليه وهتقوموا تجربوه. جربوه وقولوا لي ايه رأيكم.